السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم ندى من قناة إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة رمضانية جميلة جدا، طبعا ما بنستغناش عنها على سفرة رمضان وفي حلويات رمضان، وهي صوابع زينب. قبل ما ابدا الوصفه بتاعتي حابه اقول لكم ان النهارده معانا قناه جميله جدا، قناه هند، قناتها اسمها جاست لذيذ. هتقدم لنا النهارده برضو نوع حلويات رمضان، هتعمل لنا القطايف وعجينه القطايف من الالف للياء، وازاي تقليها وتطلعي معاكي عجينه ناجحه جدا. هسيب لكم الرابط بتاع القناه بتاعتها والفيديو بتاعها في صندوق الوصف. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. هنحتاج لصوابع زينب كوبايه دقيق وكوبايه دقيق بسبوسه او دقيق سمولينا. في ناس بتحب تحط كوبايه دقيق مع كوبايه الا ربع، بس انا بحب الاتنين متساويين عشان تطلع معايا مرمله وبتطلع معايا احلى. يعني لو انت عايزه تزودي المقدار ممكن تخلي كوبايتين وكوبايتين، ده حسب الرغبه. ومكوناتها بسيطه خالص. معانا ذره ملح يعني اقل من ربع معلقه، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره خميره او اقل من المعلقه، يعني دي حوالي نص معلقه صغيره. لو انت هتعملي المقدار كوبايتين وكوبايتين هتحطي معلقه صغيره كامله، دي نص معلقه. ومعايا تلت كوبايه زيت وميه دافيه عشان اعجن بيها. نبدا بسم الله. هنجيب كل المكونات الجافه نحطها الاول. كوبايه الدقيق، كوبايه الزيت، ذره الملح، معلقه السكر والخميره. هنقلبهم بس كويس كده عشان يختلطوا ببعض ويمتزجوا ببعض. ونحط عليهم تلت كوب زيت ونبسهم في بعض كده، يعني ايه، نبتدي ندخل الزيت كده في الدقيق. هنا زي ما احنا شايفين كل الدقيق شرب الزيت اهوت وبسته في بعضه. هبتدي بقى اسقيه، احط ميه دافيه عشان تجمع معايا عجينه، بس نخلي بالنا هي مش هتاخد ميه كتير، وفي نفس الوقت احنا مش عايزينها طريه قوي، احنا عايزينها لا هي ناشفه قوي ولا هي طريه قوي. لما بتخلي مقدار الدقيق السميد او دقيق البسبوسه قد الدقيق الابيض بتطلع معاكي مرمله ومقرمشه وحلوه قوي. في ناس بتحب تحط الضعف، يعني نحط كوبايتين دقيق عادي عليهم كوبايه دقيق سمولينا. بصراحه بحس انها بتطلع مش مقرمشه قوي، وبحس انها بتطلع معجنه كده. فانتوا ممكن تجربوا وتشوفوا تتحكموا في كميه الدقيق اللي هتحطوها. كده محتاجه سنه كمان بسيطه بس. شايفين لما اجي اكورها كده معايا تتكور معايا، بس هو ده القوام اللي انا عايزاه. العجينه متماسكه مش طريه قوي ولا ناشفه قوي. انا هعمل ايه بقى؟ انا هسيبها ترتاح عندي حوالي تلت ساعه كده وابتدي اشكلها بقى. انا ممكن اشكلها على طول وبعدين اسيبها تخمر واقليها، بس عشان هي فيها خميره. بس انا بحب ايه، هقول لكم دلوقتي. احط بس نغطيها ببلاستيك فيلم او بكيس بلاستيك، اي حاجه عندك، بس عشان وشها ما ينشفش اهو كده، ونسيبها تلت ساعه. طب ليه انا اسيبها تخمر الاول؟ انا احب اسيبها تخمر الاول وارجع اشكلها، عشان لو انا شكلتها الاول وسبتها تخمر باجي بعد كده اقليها، الرسمه بتاعتي اللي هي بنشوفها على صوابع زينب دي بتروح بقى مع كل ما تخمر، الرسمه بتاعتي بتروح. فانا هسيبها تخمر شويه الاول وبعدين اشكلها، بحيث ان انا بعد ما اشكلها اقليها على طول فتفضل الرسمه بتاعتها موجوده. هرجع لكم تاني بقى عشان نشكلها ونقليها. هنا رجعنا بعد ما سيبنا العجينه حوالي تلت ساعه. هنبتدي بقى نشكلها. هنشكلها كور بقى ايه صغيره، يعني احنا مثلا عايزين الصوابع زينب تطلع معانا المقاس ده، فاحنا هنشكلها بقى ايه كده بالشكل ده. نحاول نخليها كلها مقاسات واحده.
انا قطعتها كلها. هنشوف بقى نشكلها ازاي عشان تدينا الشكل بقى اللي احنا بنشوفه ده. عندي حاجه من الاتنين، يا اما استخدم معايا اي مصفى او المبشره. انا هجرب لكم بالاتنين. المبشره اي حاجه يعني فيها ايه اشكال كده عشان تدينا ايه الشكل اللي احنا عايزينه. حتى انا ممكن اعمل على الشكل الرفيع، ممكن اعمل على الشكل التخين. بصوا بقى انا بفردها كده اهو، بلفها كده بقى، اضغط عليها جامد عشان تعمل لي الشكل واضح اهو. ما تخافوش يعني هتطلع معايا بكل بساطه اهو. شايفين ادي اول شكل معايا اهو. ممكن اعمل شكل تاني اللي هو بالناحيه الواسعه شويه اهو. برضو بدوس عليها جامد كده، ما تخافيش دوسي عليها جامد هي هتطلع تاني معاكي. وابتدي الفها. دي الشكل اللي هو الايه الواسع شويه او الكبير شويه. انا هوريكم بقى بالمصفى بنعملها ازاي. بالمصفى باجي برضو عند اي جزء، انا ممكن اعمل من هنا، ممكن اعمل من هنا زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نعمل بالجزء ده اهو، ادخلها برضو بحيث ان انا عايزاها تدخل جوه الفتحات. شايفين العجينه طالعه من هنا ازاي؟ انا عايزاها تطلع من هنا كده عشان الشكل يطلع معايا واضح اهو. وبعدين بلفها واطلعها اهي. ده احلى شكل يعني، دي طالعه واضحه كمان عن بتاعه المبشره. يعني هما الاتنين جمال قريبين من بعض قوي. انت اللي متاح عندك بقى او تحبي تعمليه اعملي بيه. انا هخلص بقى كل الكميه عندي، هعمل كل الكميه كده بالشكل ده ونروح بقى عشان نقليها. كده انا خلصتها كلها تشكيل، شكلتها هي على المصفى. وهنروح بقى دلوقتي نحط الزيت يسخن ونروح نقليها على طول. هنا حطينا الزيت على النار يسخن. طبعا هخليه يسخن كويس وبعدين اخفض النار اخليها متوسطه عشان ما تحرقليش الصوابع زينب معايا وتنحرق معايا. يعني بعد ما الزيت يسخن ههدي النار شويه. ودي صوابع زينب اللي انا شكلتها اهيت. وده العسل التقيل او الشربات التقيل اللي انا هحط فيه الصوابع زينب بعد ما تخرج. وطبعا انا عملته معاكم على القناه قبل كده وهحط لكم برضه الرابط بتاعه في صندوق الوصف. عايزه بس اوريكم القوام بتاعه تقيل ازاي اهو. شايفين تقيل، شربات تقيل اهو، عامل زي عسل النحل كده. هحطه فيه بقى الشربات عندي بارد، يعني انا عاملاه بارد مش سخن. وصوابع زينب لازم تكون طالعه سخنه عشان ما هي تطلع سخنه وتتحط في السيرم التقيل فتشرب منها بقى وما تعجنش. ما ينفعش الاتنين سخنين. تمام. دلوقتي عندي الزيت تقريبا سخن. هنشوف. اهم حاجه عندي بعد ما بحطها في العسل التقيل هسيبها دقيقتين 3 كده في قلب العسل وبعدين احطها في مصفى تتصفى عشان تنزل لي كل العسل الزيت. نجرب كده نشوف اخبار الزيت ايه. بسم الله. تقريبا لسه ناقص حاجه بسيطه. ايه نزل فيها كده صوابع زينب اللي عندي. لازم افضل اقلبها عشان تتحمر من جميع الجهات. شايفين ابتدت تتحمر عندي اهي. لازم اقلبها بقى وافضل واقفه جنبها كده اقلبها عشان مش تحمر من جزء ويفضل جزء ابيض. لازم تحمر من جميع الجهات. فافضل اقلبها كده لحد ما توصل للون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه. شايفين بقى النقطه اللي كنت بقول لكم عليها. انا لما خليتها خمرت شويه الاول وبعدين شكلتها لسه العلامات اللي انا عملتها عليها او البصمه اللي انا عملتها عليها موجوده.
لو انا بقى كنت خليتها تخمر بعد ما شكلتها، العلامات دي ما بتبقاش واضحه بالشكل ده. شايفين اتحمرت اهيت من جميع الجوانب عشان انا بقلبها واقفه جنبها. ابتدي اطلعها بقى وكده خلاص خدت اللون الحلو اللي انا عايزاه. ابتدي اطلعها بقى زي ما قلنا على السيراب التقيل البارد او الشربات التقيل البارد. هي لونها كده انا شايفاه كويس. احط اللون بقى على الشربات على ما دي تشرب ايه في الشربات بتاعنا. نحط بقى باقي الكمية. هنا زي ما قلت لكم بقى اهو، سيبها بقى ايه دقيقتين كده ولا حاجه تشرب من العسل بتاعنا او من الشربات بتاعنا، وبعدين اطلعها في مصفى عشان تتصفى وتنزل لي كل العسل الزياده. انا مش عايزه فيها عسل زياده. نسيبها دقيقتين كده تكون شربت ايه. عايزه اقول لكم طالعه مقرمشه، سامعين بتخبط ازاي؟ بتخبط اهي. شايفين انا مجهزه عندي اهو طبق وحاطه فيه مصفى عشان اطلع بقى من العسل اللي عندي كده. احط في المصفى دي عشان ينزل لي كل الشربات او العسل الزياده ده انا مش عايزاه. هي كده خلاص شربت بقى اللي هي عايزاه. كفايه عليها كده. ننزل بقى الزوايد. انا بقى هحمر باقي الكميه واخلي اللي في العسل ده يتصفى وينزل الزياده بتاعته، ونشوف هنقدمه مع بعض ازاي. بصراحه لا تعليق، مش عارفه اقول ايه على الطبق وعلى جماله وعلى حلاوته وعلى شياكته. جميل جدا. الواحد دلوقتي بقى يتمنى ان المغرب يأذن عشان فعلا ياكلها. جميله جدا 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 وطالعه مظبوطه وشكلها شاهي وريحتها قلب الدنيا بجد. يعني اتمنى تجربوها، وان شاء الله لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، وتابعوني على قناتي التانية بيتك وجمالك. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم وصفه تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.